السلام عليكم شباب. طبعا هذا آخر فيديو عن منصة دام، لأن المنصة صارت نصب واحتيال. لذلك قاموا يطلبون تنشيط من المستخدم انه ينشط عملية السحب. ومثل ما تلاحظون كل اشتراك وله السعر مالته. يعني هسه انا عندي اكثر من هذا المبلغ، ليش ما ينسحب من الرصيد مالتي؟ ليش تخلونه شحن خارجي؟ فهي عملية نصب واحتيال، ولقد هذا كله كذب، واصلا حتى اللي راح يدفع ما راح يستلم شيء. فاللي يعني اطلبه منكم انه تتركون المنصة، سواء هي او الموسيقى نفس الشيء، هم مخلين الموسيقى مفتوحة وتسحب من عندها على مود يعني تصير مثل الافلام، ويعني الناس ترجع تخلي ثقتها بيها ويسوون نفس الحركة هذه. فابتعدوا هاي المنصة بشكل نهائي. والخسارة الله يعوضها ان شاء الله. واي منصة سواء هي او غيرها، اتأكدوا انه هي يعني مؤقتة، ولا تخلي بها مبالغ عالية. يعني الغلط اللي سويته بدام لا ترجع تسويه بغير منصة. فأي مبلغ لك مالي اسحبه، وخلي اشتراك يعني مناسب، وتتحمل الخسارة وتطلع فائدتك قبل كل شيء. فلهنا أنا أختم وياكم عن هاي المنصة. إذا لقيت بديل، سواء كان ببرنامج مستقر أو منصة مستقرة، أنا منزل عن ال DFC، واكو عندنا سبارك وسكوتر وش كم منصة يعني نشوفها. لا تبقون بالعشوائية، لأن أكثر المنصات هي مؤقتة، بالأخص هاي اللي بيها هاي العلامة. مرة راحت هاي العلامة، هاي أكثر المنصات احتيال. فمثل ما قلت لكم، هذا راح يكون الختام اللي بهاي المنصة. إذا لقيت بديل، سواء باشتراك أقل أو باستمرارية، راح أنزلها. مجموعة مالتي راح أخليها بالوصف، اللي يحب يعني يدخل أو يناقش. كمية الرسائل كلش هواي، ما أقدر ألحق أجاوب، لذلك يعني شوي راح أتأخر بتنزيل الفيديوهات، حتى يعني شعار ثاني.